عاملين ايه يا حبايب تتنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية دبدوب اللي بيخاف من الظل. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا حلوين يا صغيرين في غابة كبيرة وفيها أشجار عالية خالص. كان عايش دبدوب صغنن. دبدوب كان دبدوب لطيف ومحبوب، بس كان عنده سر صغير، كان بيخاف من ظله. في عز النهار كان دبدوب يجري ويلعب ويضحك مع أصحابه، القرد ميمون والسنجاب بندق. لكن أول ما الشمس تبتدي تغيب والليل يدخل دبدوب يترعب. يومها كان الجو قمر ومنور، ودبدوب كان راجع بيته بعد ما لعبوا لعبة الغميضة لحد ما تعبوا. وهو ماشي بص على الأرض، لقي وراه حاجة طويلة وسودة بتتحرك مع كل خطوة بيخطيها. يا خبر! الدبدوب قال وهو خايف، مين ده اللي ماشي ورايا؟ يقف دبدوب يلاقي الحاجة السودة وقفت، يمشي بالراحة يلاقي الحاجة السودة مشيت بالراحة، يتنطط يلاقي الحاجة السودة بتتنطط. راح دبدوب يجري بسرعة على بيت مامته الدبة. يا ماما يا ماما، في وحش اسود وطويل ماشي ورايا وعايز ياكلني. ابتسمت الأم بحنية وقالت له تعالى يا حبيبي اقعد جنبي واحكيلي ايه هو الوحش ده. حكالها دبدوب اللي شافه وازاي هو بيقلده في كل حركة. ضحكت ماما الدبة وقالت ده مش وحش يا قلبي، ده ضلك، كلنا لينا ضل. الظل ده بيظهر لما نور زي نور الشمس أو نور القمر بيجي من ناحية وبيخلي جسمك يعمل شكل أسود على الأرض من الناحية التانية. دبدوب استغرب وقال إيه ده؟ يعني ده أنا؟ قالت له مامته أيوة، جرب كده تقف قدام الفانوس اللي في الأوضة. قام دبدوب ووقف قدام الفانوس اللي كان منور وشاف ضله على الحيطة. صرخ دبدوب وهو بيحرك ايديه وبيلاقي ضله بيعمل نفس الحركة بالظبط. الله، ده ضل ضخم! فهم دبدوب ان الضل ده جزء منه ومش حاجة تخوف، بالعكس بقى يضحك ويتنطط ويتسلى بضله اللي عامل زي صديق سري بيقلده. ومن اليوم ده دبدوب ما بقاش يخاف من ضله تاني، وبقى كل ما يشوفه يقوله يا صاحبي يا ضلي يا اللي بتيجي معايا في النور والليل. عايزة أقول لكم يا حبايبي إن الحاجات اللي بنخاف منها أحيانا لو بصينا عليها كويس هنلاقيها حاجات بسيطة وممكن تكون مسلية كمان.